زمان كنا ندحوا القرعه ونحوصوا ونجروا ونحركوا، الحمد لله نشعلوا الغاز عفس البطونه يشعل الحمد لله. قبل سابقا كنا نعانوا شويه من ناحيه غاز المدينه، والان فيه معاناه كبيره، والان الحمد لله ربي كرمنا بهذا التظاهره اللي جات تاع مناطق الظل هذه. ان شاء الله كما التفتوا لنا بهذه الالتفاتات على غاز المدينه، يكون في التفاتات اخرى، توسيعات مثل مثل الماء صالح الشرب، وبعض الامور الاخيره، وشبكه الطرقات. ربما انه كانت الناس تسكر 4 كيلو 5 كيلو تريسينتي، ولكن اليوم نشوفوا توفرت، يعني كل واحد راه دابا بدارو، وكل واحد راه يعني ان شاء الله توصلته التريسينتي. ان شاء الله يعني تكون مشاريع اخرى اللي تعود بالنفع على المواطن اكثر ان شاء الله يا ربي، خصوصا اللي هي حساسه كالماء والغاز، وربما انه وصلنا شي كثير من مناطق الظل. استفادت بلديه بلد حميد التيمي في اطار مشاريع مناطق الظل التي اقرها السيد رئيس الجمهوريه، من بقصرين. بالنسبه لقصر ملوكه استفاد من توسعه تاع الكهرباء، وايضا الاستفاده من غاز المدينه، وايضا قصر بني تامر في اطار توسعه ايضا في اطار شبكه الكهرباء. في الحقيقه تقريبا المواطنين تاع بلديه ولاد حميد التيمي راه التغطيه ما يفوق 98% بالنسبه لكاع المناطق ان شاء الله.